مرحبا بكم في فيديو جديد. جينا نحكيو في الفيديو هذا على إمكانية استيراد سيارات الأقل من 3 سنوات من ليبيا، وسيرتو البلد هذا اللي ناس بزاف راهي تسقسي على أسعار السيارات في ليبيا. سيرتو استيراد سيارات الأقل من 3 سنوات بالنسبة للجزائر محددش الدولة وما دارتش قيود على البلد أو البلدان المراد الاستيراد منها السيارات الأقل من 3 سنوات، وكنا نوهنا لهذه النقطة في عدة فيديوهات وقلنا أخي العزيز أختي العزيزة، عجبتك سيارة في أي بلد عربي أو أوروبي أو آسيوي، عجبتك فيه السيارة، تقدر تستوردها ودخلها للجزائر. لكن بالنسبة للسيارات في ليبيا وفي هذا الصدد، كما نعرفوا كما قلنا احنا البلاد نتاعنا ما درتلناش قيود على البلدان اللي نقدروا نستوردوا منهم السيارات الأقل من 3 سنوات. لكن البلدان الأخرى كما نعرفوا كل بلد والقانون نتاعو الداخلي. وبالنسبة لليبيا كان مصطفى الزبدي رئيس منظمة حماية المستهلك نشر منشور في الصفحة تاعو على الفيسبوك حول هذا الموضوع، ونقراوها كيف لكل من استفسر عن إمكانية استيراد سيارات الأقل من 3 سنوات من الجارة ليبيا. فنقلا عن إدارة الجمارك الليبية من مصدر موثوق، لا يتم السماح لمواطن أجنبي غير مقيم بليبيا أن يقوم بشراء سيارة وإخراجها من معبر الحدود إلا بوثيقة الإقامة. مصادر الاستيراد متنوعة ومتعددة، وكثير من المؤسسات الأجنبية تستعد لحملات الترويج قصد الاستقطاب. يعني مصطفى زبدي حب يفهمنا أنه إدارة الجمارك الليبية وضحت في الأمر هذا على أنه ما تقدرش أخي العزيز أختي العزيزة تخرج سيارة من ليبيا الأقل من 3 سنوات، لأنه لا يتم السماح لمواطن أجنبي، والجزائري بالنسبة لليبيا يعتبر أجنبي. قال لك لازم تكون متحصل على وثيقة الإقامة باش تقدر تخرجها عن المعبر الحدودي. وهذه المعلومات كما قلنا من عند مصطفى الزبدي رئيس منظمة حماية المستهلك، واللي عنده شي معلومة صحيحة فيما يخص الموضوع هذا استيراد سيارات الأقل من 3 سنوات من الجارة ليبيا يفيدنا بها ويخليها لنا في التعليقات. ويبقى الاحتمال وارد حتى نتحصلوا على المعلومات الصحيحة أو نتحصلوا على فيديو جرافيك بالنسبة للجمارك الليبية والله المسؤولين في هذا الشأن يوضحوا لنا الأمر فيما يخص استيراد سيارة أقل من 3 سنوات باش ندخلوها من جارة ليبيا إلى الجزائر. لأنه المواطن الجزائري بالنسبة للبلد الشقيق ليبيا كان مدايرو وجهة لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وهذا لانخفاض أسعار السيارات في الجارة ليبيا. حتى بالنسبة للدول الأوروبية السيارة في ليبيا الأقل من 3 سنوات تلقاها منخفضة في السعر بالنسبة للدول الأوروبية. كان هذا هو فيديو اليوم. ما تنسوش دعمنا الفيديو هذا باللايك باش يساعد في النشر نتاعو. بارطاجي خويا العزيز اختي العزيزة هذا الفيديو، خليه يوصل لأغلبية الناس باش تلحق لهم المعلومة. خليونا أراكم في التعليقات، دعمونا قناة هذه بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس يصلكم كل ما هو جديد. شكرا على المشاهدة، السلام.